اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر. النهارده هنتكلم على شخصيه من اكتر الشخصيات غموض في عالم دي سي، وهو ذا كويتشن. ناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. ذا كويتشن هو شخصيه تبع دي سي كوميكس، او ظهور لي في الكوميكس كان في شهر يونيو سنه 1967. الكلام ده كان في العدد رقم واحد من سلسله الكوميكس بلو بيتل فوليوم 5 على ايد الكاتب ستيف ديكو. هو سوبر هيرو تقدم لاول مره في تشارلتون كوميكس قبل ما هي تبيع حقوق الشخصيات بتاعتها لدي سي كوميكس سنه 1983. هو تقدم في الاول على انه شخص بيرى الامور بنظره موضوعيه من غير اراء شخصيه. هو برضه يعتبر نسخه مشابهه لشخصيه قديمه ستيف ديكو كان عاملها اسمها مستر ايه. اسمه الحقيقي هو تشارلز فيكتور زاس. اتولد في مدينه هاب سيتي، كان يتيم فتربى في دار ايتام كاثوليكيه. كان معروف عنه من وهو صغير ان هو مثير للمشاكل وعنده ميول عدوانيه. بيكبر بيخش الكليه بيدرس الصحافه، بيكون كراش على لويس لين. بعد كده بيبقى مراسل صحفي، بيبقى مشهور عنه ان هو عدواني وصريح اكتر من اللازم. بيكبر في المجال، بيبقى عنده برنامج تلفزيوني خاص بيه، بيغير اسمه، بيبقى فيك سيج. بعد كده يوما ما بيتهم عالم اسمه اربي توين وبيقول عنه ان هو عمل جرائم هو ما عملهاش عشان هو بيتلخبط في اسمه. بعد كده بيقابل عالم تاني اسمه ارسطوطل، يقول له على فكرة اربي توين عنده مشاكل تانية غير اللي انت قلتها. بيفهموا ان هما الاتنين زمان ابتكروا مادة اسمها سيدوديرم او الجلد الزائف. دي كان الغرض منها انها تبقى بديل للجلد، وانها تبقى ضمادات غير مرئيه، بس تم اكتشاف انها لما تتحط على جروح مفتوحه بتسبب تسمم في الدم، فالمشروع بيتكنسل. بس اربي توين بيصمم ان هو يصدر الماده دي لشعوب العالم الثالث، بالتحديد امريكا الوسطى. فيكتور ما بيصدق وبيقرر ان هو يحقق في القضيه دي عشان يداري على غلطه لما قال ان اربي توين عمل جريمه هو ما عملهاش. بيشوف ان الطريقه الوحيده عشان يثبت عليه التهمه ان هو يقتحم المكتب بتاعه. بنشوف ارسطوطل اللي هيعرف بعد كده باسم توت كاختصار ودلع، بيقول له انا هساعدك، هديك الماده اللي هي السيدوديرم عشان تبقى قناع ليك وتغير من ملامحك وبتتكون هويه ذا كويتشن. هو بيلاقي الملفات المطلوبه، بيسجل له اعتراف، وبيبقى انتصار وسبق صحفي ليه. القناع مش بيعيق الرؤية أو التنفس بالنسبة له، بيقدر يكوره ويحطه في حزامه، ولما بيحتاجه بيخرجه يفرده يحطه على وشه. بس بيرش عليه مادة كيميائية بتتفاعل مع غاز خارج من الحزام بتاعه، فبيلزق على وشه، بتغير لون شعره ولون هدومه، ومش بيتشال نهائيا غير برشة تانية من الغاز. وكنا بنعرف في المستقبل ان في بعض الحالات المتطرفة زي عوامل الجو او تغيير كيمياء جسمه القناع ممكن يقع لوحده. فيكتور بيشوف ان الهوية دي بعد كده هتساعده في اداء التحقيقات المستقبلية. توت بيبتدي يعامله على انه ناصح ومعلم ليه، بيمده بالسيدوديرم وبيحاول يطور فيها. بنشوف ان فيكتور بيسيب المدينة بيروح شيكاغو، بيقابل بلو بيتل، تيد كورد بيبقى صديق ليه، بيقابل ناس تانية زي كابتن اتوم، بيقابل جودو ماستر، بيس ميكر، نايت شيد، وساندر بول. بيتنقل في التحقيقات بتاعته، بيروح مدن مختلفة، بيقابل باتمان، بيشارك في قصة كرايسيس اون انفينيت ايرثز. بعد كده بيرجع على هاب سيتي، بيتغلب على ايد ليدي شيفا. رجالة الراجل اللي مشغل ليدي شيفا بيضربوه، بيبهدلوه جامد، وبيضربوا نار عليه في دماغه وبيرموه في النهر. حظه حلو، الرصاصة مش بتخترق الجمجمة بتاعته عشان هو لابس القناع، وليدي شيفا بتنقذه وبتديله معلومات ان هو يقابل واحد اسمه ريتشارد دراجون. الراجل ده من اقوى الناس في الفنون القتالية في عالم دي سي. بيمرنه لمدة سنة، بيغير جسمه بالكامل وبيغير من طريقة نظرته للأمور. بعد كده هو بيرجع على مدينة هاب سيتي، بيقرر ان هو يصلح المدينة بس من مستويات أعلى من ان هو يضرب المجرمين في الشوارع. بيقرر ان هو يستصقل الفساد من جذوره، وخصوصا ان هاب سيتي متصنفة المدينة رقم واحد في الفساد والكآبة في أمريكا، اعلى حتى من جوثام سيتي. بيجيله تفكير كبير جدا من وقت للتاني ان هو عايز يعرف شعور ان هو يموت حد وان هو يزهق روح. كان بيقاوم الشعور ده بس بقى سوداوي وكئيب ومظلم، فبيقرر ان هو يسيب المدينه. بنعرف ان جاستس ليجو في امريكا بيختفوا، فبيتاسس فريق جديد اسمه لو، اللي هي اختصار ليفنج اسالت ويبنز. بيبقى متكون من زمايله السابقين اللي هم كابتن اتوم، بيس ميكر، جودو ماستر، نايت شيد، سيرجنت ستيل، وبلو بيتل. بعد كده احنا بنعرف ان جوثام كانت على وشك انها تتدمر بسبب زلزال. هو بيروح هناك بيقابل هانترس، بيتحد معاها، بعد كده بيخش معاها في علاقه عاطفيه. بيجيله فتره من كتر التأمل ومن كتر الهلوسة ومن كتر الغاز اللي بيرشه على وشه ابتدى يكون وعي شماني، ابتدى يتكلم مع المدن ويعرف هي عايزة ايه، وابتدى يعرف الشي وطاقة الحياة عند الأشخاص وكلام كبير كده. في قصة انفينيت كرايسيس مع اختفاء الجاستس ليج بنشوف ان سيكريت سوسايتي اوف سوبر فيلنز قرروا ان هم يستغلوا غيابهم ويبتدوا يحرروا المساجين من جميع سجون العالم. بس بنشوف ان اوريكل قررت انها تجمع فريق من نجوم الصف الثاني من ضمنهم كويتشن، والناس دي بتعمل معركة كبيرة مع المجرمين تعرف باسم معركة متروبوليس. بعد الكرايسيس واختفاء باتمان هو بيروح مدينة جوثام وبيقرر ان هو يبقى البطل بتاعها. بيبدل البات سيجنال بعلامة استفهام، بيقتحم شقة ريني مونتويا وبيسيب لها عنوان عشان تقابله. بتقابلوا بعد كده وبيعملوا مهام كتير ناجحة مع بعض، بيروحوا خندق وبيمنعوا محاولة تفجير يوم جواز بلاك آدم وهو بيكرمهم. بعد كده بيرجعوا هاب سيتي
وبيعرف ان هو عنده سرطان رئة وبيحتضر. رينيه مونتويا حاولت تساعده وتنقذه بس كان تو ليت وبيموت. رينيه بعد كده عشان تكرم إرثه وتراثه بتقرر إنها تاخد هوية ذا كويتشن. خلال قصة بلاك سنايت هو بيرجع يبقى بلاك لانترن وبيدور على ليدي شيفا توت وبيدور على رينيه مونتويا. بعد هزيمة نيكرون هو بيرجع القبر بتاعه. في خلال النيو 52 بيتقدم 2 كويتشن. أول واحد بيتنقل هو وفانتوم سترينجر وباندورا بيروحوا روك اوف ايترنتي عشان الصحراء تعاقبهم على أخطائهم. هو بالنسبة له بيتشال وشه بيبقى أعمى وأبكم وفي سحر بيقول له أنت محكوم عليك إنك للأبد تفضل بتتجول بتشك في هويتك وبتسأل أسئلة ملهاش إجابات. تاني واحد بيتقدم كان في خلال القصة لسويسايد سكواد، بيتقدم ان اسمه فيكتور سيج. ده يبقى عميل حكومة بيدير سويسايد سكواد مع اماندا وولر وبيبدل هارلي كوين وديد شوت ببنته الجوكر وديس ستروك. بعد احداث قصه ريبيرث هو بيرجع لهويته اللي هو كويتشن. بعد ما دي سي اشترت حقوق الشخصيه بتاعته من شارلتون كوميكس، اول ظهور ليه كان في قصه كرايسيس اون انفينيت ايرثز سنه 1985. بعد كده اتعمل له سلسله خاصه بيه اسمها ذا كويتشن سنه 1987، فضلت مستمره لغايه سنه 1990، كانت 36 عدد و2 انيوالز. بعد كده اتعمل له سلسله جديده اسمها ذا كويتشن كوارتلي، فضلت مستمره من سنه 1990 لسنه 1992، ودي كانت متكونه من 5 اعداد. بعد كده سنه 2005 اتعمل له سلسله جديده اسمها ذا كويتشن فوليوم 2، كانت متكونه من 6 اعداد. واخيرا سنه 2020 اتعمل سلسله اسمها ذا ديس اوف فيكتور سيج، كانت متكونه من 4 اعداد وكانت ليميتد سيريس. هي شخصيته اتغيرت جامد جدا مع الوقت. يعني هو اتقدم في الاول ان هو بيبص للمواضيع بنظره موضوعيه من غير اراء شخصيه، بس بعد كده بقى معتنق لاراء وفلسفه الزن والبوذيه والشمانيه. كان كل كاتب جديد بيجي يعمل الكوميكس بتاعته كان بيحاول يفرض رؤيته الفلسفيه على الشخصيه. برضو الشخصيه دي اثرت جامد جدا في الكاتب ألان مور وخليته يبتكر شخصيه من اشهر الشخصيات الانتي هيرو في تاريخ الكوميكس، وهو رورشاك من واتشمان. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو ما عندوش قدرات، بس هو مقاتل متميز علشان اتمرن على ايد ريتشارد دراجون اللي هو واحد من اقوى الناس في الفنون القتاليه في عالم دي سي، وهو برضو من اجمد ومن اقوى المحققين في عالم دي سي. دايما بيسيب كارت فاضي لما يجي يتلمس بيطلع غاز على شكل علامه استفهام. ممكن دلوقتي نتكلم على ظهوره في الاعمال الفنيه. هو ظهر في مسلسلات الانيميشن جاستس ليج انليميتد، باتمان بريفن بولد. وبالنسبه للافلام الانيميشن هو ظهر فيلم الانيميشن سكوبي دو باتمان بريفن بولد، وظهر في الشوكيس بلو بيتل. برضو ممكن يتكلم ان هو ظهر في لعبتين فيديو جيمز. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على ذا كويتشن في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي، كنت تعرفه قبل كده ولا لا، متشوق انك تشوف له عمل فني في المستقبل ولا لا. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.